ايه هو معنى التهلكه اللي في ايه ولا تلقوا بايديكم الى التهلكه؟ معلومه كل يوم. يلا بينا. الايه ديت نزلت في معشر الانصار، في جماعه من الانصار ومنهم ابو ايوب الانصاري قعدوا مع بعض كده وقعدوا يتكلموا بيقولوا ايه رايكم ان احنا نسيب الغزو ونسيب الحروب والكلام ده كله، بما ان اعداد المسلمين زادت والاسلام بدا ينتشر، وبعدين اعداد المسلمين زادت فمش هتيجي علينا احنا، يعني نروح بقى نشتغل ونشوف مصالحنا وفلوسنا والكلام ده كله. فربنا سبحانه وتعالى سمع الكلام ده، اي نعم النبي صلى الله عليه وسلم ما سمعش الحديث بتاعهم ده، لكن ربنا سبحانه وتعالى سمعه وانزل قران يتلى الى يوم القيامه، وهي ايه ولا تلقوا بايديكم الى التهلكه. الايه اللي معظمنا فاهمها غلط، لكن هي معناها ان انت تترك الاخره وتترك الغزو والجهاد عشان خاطر تفضل تقعد تشتغل وتجيب فلوس والكلام ده كله. لا، انجح في الاثنين، في الدنيا وفي الاخره. وفي الاثر ان ابو ايوب الانصاري اللي قال الكلام ده فضل يحارب ويغزو لحد ما مات في ارض الروم. والفائده الثانيه اللي عايزك تتعلمها ان الانصار اول ما ايه ربنا سبحانه وتعالى نزلت ولا تلقوا بايديكم الى التهلكه استجابوا في ثانيه.